مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم ليست بمباراة نهائي فقط، وإنما هي بداية لموسم الفريقين. إما من سيفوز ستكون له معنويات كبيرة جدا في بقية الموسم، وتكون له ثقة في النفس أكثر. بالخصوص برشلونة في الموسم الماضي انطلق الانطلاقة الفعلية من مباراة الكلاسيكو الإسباني في كأس السوبر. من هنا كسب ثقة كبيرة. اللاعبين كانوا كسبوا شخصية البطل طوال الموسم. كذلك اليوم من سيفوز سيكسب شخصية البطل، وتكون ثقة كبيرة. كلاسيكو بكل تأكيد سيكون كلاسيكو كبير، ستكون مباراة كبيرة، لأن كلا الفريقين استعد جزء كبير من مستواهم، يلعبون بطريقة جيدة، بالخصوص برشلونة الذي ضرب أتلتيك بلباو بخماسية نظيفة. فهذه نقطة مهمة جدا. أن تفوز ب5-0 على أتلتيك بلباو فهي ليست سهلة. وكذلك ريال مدريد قدم مباراة تكتيكية كبيرة ضد أتلتيكو مدريد، رغم أن ليس فيها جمالية كرة القدم وكانت مباراة دفاعية، لكن تبقى على المستوى التكتيكي درسا كبيرا لريال مدريد. قد إن لعب بتلك الطريقة مع برشلونة ولعب برشلونة بالدفاع المتقدم سوف تكون برشلونة وأغابت نجاعة تهديفية لبرشلونة، فستكون برشلونة في ورطة. لأن الدفاع المتقدم بطريقة التي تلعب مع المرتدات ريال مدريد القوية ستكون برشلونة في ورطة. نتمنى أن تكون الكرة الاستحواذ عن الكرة ليس استحواذا سلبيا من طرف برشلونة، وإنما استحواذ إيجابي. وإن حضرت النجاعة التهديفية لبرشلونة، وإن سجلت ريال مدريد 3 أهداف أو 4، فلن تفوز ريال مدريد في هذه المباراة إن كانت النجاعة التهديفية لبرشلونة يعني حاضرة. فرجة ممتعة في الكلاسيكو الإسباني. شكرا. موعدنا مع الساعة 8 في مباراة ممتعة إن شاء الله.